من ملابس الرجال التقليدية في تونس استلهم المصممون رداء سهرات خاصا بالسيدات، كذلك وشحوا الفساتين العصرية بالرسوم المطرزة، حيث تزور مصممة الموضة زينب شيبوب باستمرار المناطق الداخلية في تونس لاستكشاف موروثها من الأزياء الذي تستوحي منه تصاميم ملابس عصرية تبيعها في متجرها في أحد الأحياء الراقية وسط العاصمة. اخترت تقديم هذا الجانب التقليدي بحلة جديدة أكثر حداثة، لأن هذا هو الاتجاه الرائج، وتم تميل لدى الشباب للتمسك بالتراث التونسي. وباتت تنظم سنويا مسابقة لتتويج أفضل مبتكري تصاميم الموضة المستوحاة من اللباس التقليدي التونسي، وعادة ما تكون هذه الأزياء واسعة وفضفاضة وثقيلة الوزن أحيانا لا تتناسب مع الاستعمال اليومي، كما أن أسعارها غالية ما يجعلها حكرا على طبقة ومناسبات معينة. وقد اختارت المصممة فوزية فراد توشيح الملابس النسائية العصرية بالأزياء التقليدية. En ce moment, il y a de plus en plus de demandes parce que ازداد الطلب اليوم لأن الأزياء التقليدية التونسية في أفضل أيامها وهي تحت الأضواء، والناس يتهافتون عليها ويطلبون المزيد. ولتونس التي تعاقبت عليها حضارات مختلفة مثل القرطاجية والرومانية والبربرية والعربية والأندلسية والعثمانية، موروث متنوع من الأزياء التقليدية يختلف من ولاية إلى أخرى، حيث يحلم مصممون بتنظيم عروض دولية لأزياء مستوحاة من التراث التونسي، لكن بعضهم يرون أن هذا الحلم لا يمكن أن يتحقق من دون دعم الحكومة.